السلام عليكم. لو بتدوري على منتج يفتح لك باب رزق ومن غير ما تشيلي هم الهدر أو الصلاحية القصيرة، فكوكيز البراونيز هو الحل. طعمه ياخد 20 من 10، سعره على قد الإيد جدا. ده غير بقى إن الصلاحية بتاعته طويلة في التلاجة وبره التلاجة. كمان هعرفك تسعيرته في آخر الفيديو، لو بالزبدة العادية أو بالزبدة نيوزيلندي. يلا بينا على طول نبتدي، وإيدك على اللايك والشير. معايا هنا 2 بيضة حجم وسط، هحط عليهم معايا فانيليا. الفانيليا اللي عندي باودر سايلة اللي تحبيه، مش هتفرق كتير، اهم حاجة تبقى فانيليا ريحتها كويسة. كمان معايا 200 جرام شوكولاتة قطعة، يا ريت لو بالحليب. كمان معايا 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة طرية وناعمة. كمان معايا 90 جرام سكر ناعم، حابة تحطي سكر بني براحتك خالص. كمان معايا 120 جرام دقيق و50 جرام كاكاو أسباني غامق. يلا بقى نشوف ذرة ملح أخيرة ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة يا ستي هضرب البيض مع السكر، ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا روعة، ليه ما حطيتيش سكر بني؟ لأن ما كانش عندي، لو انتي عندك ألف مبروك عليكي. كمان هحط ايه؟ هحط ال 200 جرام شوكولاتة دول مع ال 100 جرام زبدة، وارفعهم على حمام مائي يدوبوا خالص أو في الميكروويف. خلاص دابوا بقوا زي الفل كده، دايبين بس باردين مش سخنين ولا حاجة. أعمل ايه بقى؟ اخد خليط البيض اللي اتضرب بالسكر والفانيليا وانزله على الخليط السائل بتاع الزبده والشوكولاته واقلب كويس قوي. طب انا ليه سيحت الزبده والشوكولاته؟ لان ده بيعمل تعتيق للشوكولاته لما بتسيح مع الزبده، وبيخلي ريحه الكاكاو تجنن في الكوكيز يا جماعه على فكره. هاخدهم بقى كلهم في بوله كبيره كده وانزل عليهم بالدقيق وكمان الكاكاو اللي معايا. طيب انتي نزلتي بقد ايه؟ 120 دقيق وعليهم 50 جرام كاكاو، وبعدين هبتدي اقلب. طيب هل ده المقدار النهائي؟ لا، لو عايزه المقدار النهائي فبالظبط هتحطي كمان معلقتين من الدقيق منخولين عليهم، لان الخليط سايل قوي، وطبعا بيبقى الخليط متماسك او مش متماسك على حسب نوعيه الدقيق. انا كنت هنا مستخدمه دقيق متعدد الاغراض. يعني يا روعه، الدقيق في الاخر كله على بعضه قد ايه؟ 150 جرام دقيق زائد 50 جرام كاكاو اسباني غامق. كل المواد الجافه 200 جرام. حلو كده، حلو كده. قلب الكلام ده كله لغايه لما يبقى الخليط كده. انزل عليهم دلوقتي ب 100 جرام شوكولاته قطعه. ايه ده؟ هي دي غير ال 200 جرام اللي صحوا في الاول؟ ايوه، دي 100 جرام شوكولاته قطعه ومهم قوي معانا. اخد الخليط ده بقى وادخله الفريزر لمده نص ساعة، هيجمد معايا بالشكل ده. اجيب صاج فيه عندي ورق زبدة، وعندك 2 اوبشن: يا اما تستخدمي المعلقة الكبيرة بتاعة الايس كريم، السكوب بتاع الايس كريم، وده بيعمل لك كوكيز وزنه 80 جرام، يا اما تستخدمي المعلقة العادية بتاعة الطعام يعني، ودي بيعمل لك سكوب ووزنه 40 جرام. هتاخدي الواحدة. انا حبيت استخدم ال 40 جرام لان التانية اللي هي 80 جرام اولا كبيره، ثانيا الكوكيز ده بيفرش في الفرن فبتدي معايا شكل قرص تمام. فلا، خلينا في الحاجات الصغننه اللي على قطمتين دول. اخدهم كده بعد ما كورتهم ادخلهم الفريزر لمده نص ساعه، وبيكون الفرن عندي متسخن تسخين مسبق على 180. بدخلهم بيقعدوا 10 دقايق فقط لا غير، 10 دقايق بس. وهتلاحظي طبعا مفيش بيكنج باودر، مفيش بيكنج صودا، لان دي براونيز. بصي على منظرها من جوه، في منتهى الجمال، تحفة جدا. الشوكولاتة من جوه سايحة، العجينة بتاعتها من جوه مستوية، لكن في نفس الوقت طرية قوي 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 وبتدوب في البق. بتاكلي براونيز بس على هيئة كوكيز، فطعمه في منتهى الجمال. السكر بتاعه على الشعرة، فاوعي تزودي عن 90 جرام سكر. طيب الكمية دي عملت معايا قد ايه؟ عملت معايا 16 قطعة كوكيز. تكلفتهم عليكي لو بالزبدة العادية زي فرن تكلفتهم 130 جنيه، انما لو هتعمليهم بزبده نيوزيلندي هتبقى تكلفتهم عليكي 175 جنيه. انا ببيع كل 4 مع بعض في علبه، العلبه ب60 جنيه لو زبده نباتي، والعلبه ب70 جنيه لو زبده نيوزيلندي. بالتوفيق يا احلى فانيليا. واوعي تنسي تسالي على كورساتنا، كورس الكب كيك وكورس الكيك للمبتدئين، ولا جروب التسعير للاكل الحادق وللاكل الحلو. نورتيني وشرفتيني، واوعي تنسي ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين.